يا كانت فين عينيكي يا ماما لما دورت بايديكي عالندامة. تخيل تبقى عريس ويغنوا لك الكلام ده في فرحك وانت قاعد جنب اليمامة. الصدامة اللي ماما. الكلام ده اتقال لملك الكوميديا نجيب الريحاني. تعال اقول لك ايه حكاية الاغنية دي واحكي لك الفيلم بالمرة. يلا بينا. مساء الفل يا حلوين. سنة 1946 الفنان الكبير نجيب الريحاني كان بيعمل فيلم اسمه لعبة الست، وكانت البطلة قدامه الفنانة تحية كاريوكا. نجيب الريحاني معروف انه مؤسس الكوميديا، لكن كوميديا هادفة مش اي كلام. بيبدأ الفيلم على يافطة مكتوب عليها الدخول مباح للجميع، وكانت محاضرة عن السعادة. فالراجل قال حلو قوي، دي حاجة ببلاش كده، وراح داخل. المهم لقى راجل بيتكلم ان السعادة مش في الغنى والمال، لكن في التضحية والاخلاص والوفاء. واضح ان بتوع التنمية البشرية موجودين من زمان قوي. المهم رد عليه وقال له انا راجل مليان وفاء، مليان اخلاص وتضحية وغلب اثري، قاعد عاطل جعان مش لاقي لقمة، وروني جزار يديني حتة لحمة، يديني حتة عظم وهياخد ثمنها وفاء. الناس رفضوه وقالوا له اطلع بره. وهنا عايز يقول لك ان ده رفض للواقع وللحقيقة. قال لهم انا طالع، وقال للاستاذ بسخرية ارسم لهم طريق السعادة. وهنا بيوصل رسالة ان الحياة مش مجرد كلام وشعارات كدابة. المهم مشي في الشارع حسن ابو طبق، وده اسمه في الفيلم، وهو ماشي لقى راجل كبير عربية خبطته، راح ساعده وقومه، والراجل دعاله يفتح لك باب الفرج من حيث لا تعلم ولا تدري. وبعدها لقى قرش قديم احتفظ بيه وكان وش الخير عليه. المهم حسن ابو طبق راح يقدم على شغل، لقى كل اللي بيقدموا معاهم واسطة، فشاف كارت واسطة واحد نسيه، اخد الكارت ودخل بيه، لكن الكارت اتحرق في جيبه، وقال لصاحب العمل ان واسطته ربنا. والله يا فندم بقى دلوقتي واسطتنا ربنا، اذا كانت الواسطة دي تنفع عندكم. وطبعا هو كان حاسس انه هيترفض، لكن فعلا صاحب العمل كان بيدور على واحد يشتغل من غير واسطة. بقوا 199 واسطة، مفيش واحد من دول هم يتقدم لي من غير واسطة. وهنا بيوصل انك ما تخافش وخلي واسطتك ربنا. وفعلا صاحب العمل وافق ان حسن يشتغل. وبعدين يا سيدي يجي لقاء حسن ابو طبق مع لعبة ده اسم تحية كاريوكا في الفيلم. حسن سكن في اوضه، وفي اول يوم لقى واحده داخله عليه الاوضه عشان خالتها كانت ساكنه هنا. المهم قالت له انها هربانه من اهلها عشان عايزين يجوزوها ابن خالتها بلالايكا بالعافيه. طب وماله بلالايكا يعني؟ وماله ازاي؟ انت عارف بلالايكا بالنسبه لها زي ايه؟ لما يكتفوك ويربطوك بحبال ويفتحوا بقك بالعافيه ويشيلوا اسنانك لفوق ويدلقوا في معدتك شربة زيت خروع تكون مبسوط. اهو بلالايكا بالنسبه لها زي زيت خروع. وطبعا لعبه حكت لحسن عن امها صينيه جنح وابوها ابراهيم نفخ، وفي الاخر قالت له الجمله المشهوره انا مش رميه. انا مش رميه، انا مش تلقيحه، انا بنت ناس، انا بنت اصول، انا بنت فاميليا. لا فاميليا تشرف صحيح. المهم لعبه قعدت معاه في الاوضه وابتدى يحصل مواقف خلاها ترتاح له، وابتدوا يحبوا بعض. المهم لعبه وهي راجعه لاهلها شافها مخرج كان بيصور فيلم، عجبته لعبه وراح لاهلها وعرض عليهم انها تمثل معاه. وحسن اشتغل والحظ لعب معاه وكسب 150 جنيه، يعني في جيبك حوالي 150 جنيه يا مغفل. 150 جنيه وده كان مبلغ كبير ايامها يخليه يقدر يتجوز. وفعلا راح حسن واتقدم للعبه عشان يتجوزها، ويوم الفرح طلبوا من بلالايكا يغني لهم اغنيه. وحياتك يا محمود قوم سمعنا حاجه. قوم ده بنت خالتك. حسن مش راجل جاد، وهيتجوز لعبه اللي هي مزة جيلها تحية كاريوكا. ومن هنا جت فكره الاغنيه اللي بينتقم بيها بلالايكا من غريمه العريس اللي اخد منه البنت اللي كان هو هيتجوزها ويكسب فلوس من وراها. والاغنيه دي كانت المفاجاه اللي كان محضرها المخرج والمؤلف لنجيب الريحاني. بيقول لك نجيب الريحاني كان مسافر ورجع على مشهد الفرح، قاعد بقى مستني يغنوا له عريسك الخفه قمر. لقى المعلم بلالايكا بيغني ويقول بطلوا ده واسمعوا ده يا ما لسه نشوف ويا ما. يعني هو شايف ان الجوازه دي من عجائب الدنيا. الغراب يا وقعسون جوزوا احلى يا ماما. بيقول لك نجيب الريحاني رياكشناته كانت فعلا حقيقيه، وكان مصدوم بكلمات الاغنيه اللي بتتقال عليه. ايه الكلام الفارغ ده؟ دماغنا دي غرب ايه هو يا مامي؟ يا كانت فين عينيكي يا ماما لما دورت بايديكي عالندامة. انا كان عاجبني قوي اداء عزيز عثمان وهو بيلاعب حواجبه وبيرمي الكلام وكانه بيفش غل. الصدامة اللي ماما. لا ده كده سب وقذف يا فنان. الراجل ده كان بيمثل بوشه. انت عاجبك في جنانه
ولا لخبطته في كيانه، تحس ان نجيب الريحاني فعلا عايز يقوم ينط في كرشه. ولا تعويج السنان. ده بيقلس على اسناني. انت زعلان على اسنانك؟ ده لسه، كمل الاغنيه كمل. اترك البلبل يا خيبة القيافة. القيافه طبعا بيتكلم على نفسه، وهو قيافه فعلا. يا راجل بلانيله، ده انت اسمك بلالايكا. هي دي مش تبقى عيبة عالظرافة، بيلوم بقى على بنت خالته وبيغازلها. اللطافة الخفافة كل ده يجرى عشانه، ومستغرب قوي بقى سبتيني علشان ده. اللي لو خفف ودانه جوز أرانب لم يبان. يا ابن اللذينه، جبتها ازاي دي؟ انا مت من الضحك. بطلوا ده واسمعوا ده. لا، والاغنيه كلها كوم، والحركه اللي عملها في الاخر كوم. انا فعلا اول مره اشوف تنمر باللذاذه دي. فعلا بطلوه ده واسمعوه ده. انت اللي لو خبوا في ودانك حمارين جاموستين ما يبانوش. المهم اتجوزوا وكله تمام. لعبه اشتغلت في السينما، هايلة عظيمة، وعرفت ناس وشافت مستوى خلاها تحس ان عيشتها مع حسن قليله عليها، وقالت له بصراحة يا حسن العيشة بينا وبين بعض بقت ملهاش معنى. أنا دلوقتي ستار كبير وما يصحش أبدا يبقى جوزي حسن وأبو رجال. يا خسارتك يا لعبة. وهو برضه لما تطلقني العيش والملح له حق. هطلقك. وطبعا بلالايكا فرح. سيبها طلقها، خليها تشوف بختها، راجل صاحب مليون جنيه مستنيها. وهنا رفض حسن الطلاق لما عرف انها عايزه تتطلق عشان تتجوز واحد تاني. بقى الحكاية كده، الست عايزة تتجوز، مفيش طلاق، انت مراتي. ويجي اجمد مشهد في الفيلم، ولعبه بتساوم حسن على الطلاق. تاخد كام عشان تطلق؟ كم يعني؟ فلوس. خلوه رجل يعني. هديك 2000 جنيه. عندك دفتر شيكات بذمتك كده؟ ابوكي ابراهيم بيه نفخه كان عنده دفتر ورق سجاير. وبعد ما اداها الدرس قطع الشيك وطلقها. روحي انت طلقه. طبعا انت دلوقتي شايفه مشهد اتهرس في افلام كتير، لكن في الفيلم ده كان مشهد جديد فعلا. وبعدين يا سيدي يجي صاحب الشغل ويقول لحسن انه مسافر وكتب له المحلات، بايع لك المحل مبايعه سوريه، وقال له انه يسدد ثمنها بالقسط. بعد ما يبلغ رصيد 20000 جنيه المحل بتاعك جالك فيه كتير، جالك فيه قليل، حلال عليك من نصيب. يعني حسن بقى من الاغنياء. وقبل ما لعبه تعرف ان حسن بقى غني فاقت ورجعت تعرف قيمته. حسن يا خسارتك يا حسن. وفرحت لما عرفت انه بقى غني. يا ما انت كريم يا رب، إلهي تزيده كمان وكمان. وبعدين راحت له واتفاجئ بيها في العربيه، ورجعوا لبعض ونهايه سعيده. التوب مجنونة الست اللي يحبها جوزها وتفرط فيه. إنما السعادة في الوفاء. ونرجع بقى لأغنية بطلودة اللي عاملين عشانها الحلقة. الأغنية تأليف بديع خيري اللي هو كاتب الفيلم مع نجيب الريحاني، وهو اللي كاتب أغلب مسرحيات وأفلام نجيب الريحاني، وهو اللي كتب مسرحية اللي خمسة لابنه الفنان عادل خيري اللي مشهور بجملة انت جاي اشتغل ايه؟ سوا بيب 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 بيب. يعني خفة دم عادل خيري كانت وراثة. بديع خيري مؤلف أغاني كتير ومنها مع سيد درويش زي مثلا ومغصوب كنداس. صباح مفتاس مسكت بابوتسي يا ناس. أغنية بطلودة لحن محمود الشريف. محمود الشريف أغلب ألحانه دمها خفيف زي مثلا وعمل لعبد الحليم يا سيدي أمرك يا سيدي، ولأجل خاطرك يا سيدي. ده غير أغنية حلو كذاب ليه صدقتك، وهو اللي لحن أشهر أغنية في شهر رمضان. أهلا رمضان جانا. شفت بقى زمان الفن كان راقي وجميل ازاي؟ ما تنساش بقى تشترك في القناة عشان تشوف الحلقات اللي جاية، وابقى اتفرج على الحلقات اللي فاتت. سلام يا حلوين. عيني بترف وراسي بتلف وعقلي فاضل له دقيقة ويخف.